لكن لا بد علينا أن نعرف بعض الأمور في مسألة الرقية الشرعية. الرقية الشرعية هذا أمر فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كانوا في سفر ولدغ سيد تلك البلدة قرأ عليه سورة الفاتحة، يعني هذا دخل في جسمه سم، كيف أخرجه القرآن؟ هذا أمر إلهي في أسرار، وكما قلت لكم يا أخوة هناك أسرار لا تعلمها الروح ولا تعلمها النفس. قرأ أبو سعيد 7 مرات الفاتحة على هذا الملدوغ فقام كأنما نشط من عقال، ما كأن فيه شيء. من الذي شفاه بعد الله؟ القرآن. حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل يقول وكيف علمت أنها رقية؟ إذن يا إخوة القرآن ليس فقط للقراءة، بل اعتقد أنت أنه شفاء ودل الناس عليه.